السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب. اليوم عندي وصفة دجاج بالبخار. قبل ما أقول لكم شنو الوصفة، اللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس وينطي لايك حتى يوصلكم كل شي جديد. هذه الوصفة أسرع وأسهل وأطيب وصفة للدجاج، كلش طيبة، أنصحكم تجربوها، واللي يجربها يكتب لي بالتعليقات. سنبدي بالمكونات. بسم الله. عندي هنا بطاطا مقطعة أصابع، فخاد دجاج، وبصل مقطع، وبهارات. حضيف الدجاج بدون زيت، خلي الدجاج على النار وأضيف عليه البصل وأعوف على نار متوسطة على مود يذوب مية ويستوي بالمي مالته. طبعا البهارات عندي ورق غار وكركم وكاري وماجي دجاج وبهارات دجاج. حضيفهم عليه وأتركهم على نار متوسطة. ضفت شوية ملح، مقدار ملعقة صغيرة، وبعد حسب رغبتكم بالملح. وحبدي أقلي البوتيتة. حبايب، أصابع البوتيتة تكون سميكة تقريبا، مو ناعمة، حتى ما تنمرد ويا الدجاج. نقليتها بزيت غزير حتى تستوي زين. بعد بكيفكم، مو شرط تقلوها بنفس الكمية يعني. هنا بدأ الدجاج يذب المي مالته. أقلبه على مود يتجانس ويا البهارات تقريبا كل 5 دقائق، كل 10 دقائق أقلب الدجاج على مود ياخذ النكهة ويستوي من كل الجهات. أقلب البوتيتة. تشوفون شلون الدجاج ذب المي مالته، والريحة جنن. بدت ريحة الدجاج تطلع ويا البهارات، فشي خبل. لازم تجربون الطريقة، ولا تنسون تنطون لايك للفيديو. حبايب، هاي الطريقة ما تعتمد لا على زيت ولا على مي، مثل ما تلاحظون ما ضفت أي زيت وأي مي للدجاج. الفكرة إنه الدجاج يستوي على البخار فقط، تعوفوه على نار متوسطة لحد ما يذوب مية ويستوي بالبخار مالته ويا البهارات. لا تخافون، الدجاج حيستوي كل زين، يكون طعمه كلش طيب.
تابعوا كمية المي مالته. أني ما ضفت أي مي، بس اللي يشوف إنه الدجاج ما مستوي عنده يضيف تقريبا نص كوب مي حار، بس أني هنا كافي، يعني هذا المي مالته كلش كافي. حصفي البوتيتا كملت عندي. صفيت هنا كل الكمية. شوف الدجاج مالتي عندي هنا استوى. حعلي النار عليه على مود ينشف شوية المي، بس ما ينشف كلش، على مود من أضيف للبوتيتا تمتزج وياه، تاخذ نكهة البهارات. حتركه شوية. هنا صار الوضع تمام، استوى الدجاج والمي تقريبا نشف. حضيف البوتيتا. هنا عندي نوم بصرة مطحونة ملعقة كبيرة، وفلفل أسود. طبعا سر النكهة بالنوم بصرة المطحونة أو الليمون المجفف، ينطيها طعم حامض وكلش طيب. أضيفهم بآخر 5 دقائق قبل التهدير. أقلبهم زين وأتركهم على نار هادئة يتهدرون وينطي طعم كلش طيب. هنا أكمل عندي بعد ما تهدروا. هنا نشف عندي المي كلش هواية، فأنتوا لو تعفون شوية مي بالدجاج يكون أفضل، على مود ما ينشف لهاي الدرجة. بس شوفوا لي المنظر والريحة، أتمنى تشتموها. إن شاء الله عجبتكم الوصفة، واللي يجربها يكتب لي، وألف ألف عافية.